المصاب لمصر كلها، لأنه ما كانش رمز للإخوة المسيحيين، هو رمز لمصر كلها، حيث أنه وطنيته ظهرت في مواقف كثيرة، وعلى مدى عمره الطويل كان له من المواقف ما يشهد له بها الجميع. لذلك مفروض اللي بيزعل دلوقتي بيقول ربنا يعوض إخواننا المسيحيين عنه خيرا، ويعوض مصر عنه خيرا، وبإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يجمع قلوب إخواننا المسيحيين على قلب رجل واحد ليختاروا شخصية تكمل هذه المسيرة في حب مصر والوطنية التي رأيناها، والحرص على وحدة الصف بين شعب مصر جميعا مسلمين ومسيحيين. الأمثلة البسيطة اللي ممكن أذكرها بسرعة موضوع القدس وفلسطين والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة. المشهد ده مشهد من ما يسجل في التاريخ للبابا شنودة، لأن تاريخ مصر بيكتبه رجال مصر جميعا ونساء مصر جميعا وشباب وشيوخ مصر جميعا، كل واحد بيكتب جزء من هذا التاريخ. هذا الموقف موقف وطني 100%، وحرص على وحدة صف شعب مصر جميعا حتى لا يتفرق في ان كل واحد ياخد موقف مختلف عن الثاني. قال احنا مش هنروح نزور كنيسة القيامة في فلسطين في القدس الا لما يروحوا معنا اخواننا المسلمين الى المسجد الاقصى. هذه الجملة لوحدها ضمت ارتباط اخواننا المسيحيين بالمسلمين في قضية القدس وفلسطين، وانها مش قضية مسلمين فقط ولا مسيحيين فقط. ضمت وحدة الشعب المصري ان كله لما يروح مع بعضه ويرجع مع بعضه. هذه نماذج بالاضافة الى اشياء اخرى، وارجو ان يعني يبقى في وقت اتحدث فيها عن اللقطتين اللي حصلوا معايا في انا بسميه لقاء الوداع اللي ما بعد منه لقي ربه سبحانه وتعالى. بالنسبة داخليا انا بحكي النموذج اللي حصل معانا شخصيا، لان انا احسست ان اللقطة لما حصلت ساعة ما رحت زرت، ويعني كان موقفين اثنين. الموقف الاول انه طالع من العظة وهو مريض ومجهد جدا ومتألم، ولكنه لم يتوقف عن العظة اللي معانيها كلها تشمل معاني الرسالات السماوية والإيمانيات التي تجعل هذا الشعب يعيش على قيم وأخلاقيات أرجو أن يدوم عليها بعد زوالنا احنا كأشخاص. الزاوية الثانية أنه، وأنا أعتقد أن هذا المشهد من قبل ما تسجلوا وكالات الأنباء ولا الميديا في التصوير البشري، هو مسجل في الملأ الأعلى، إن كان بيدعي لي وأنا بدعي له، ودي لقطة أنا لا يمكن أنساها، فهي آخر لقطة باقية في ذاكرتي، وأعتقد أنها هتبقى في ذاكرة الشعب المصري أجيال قادمة. نرجو أن يعرف الشعب المصري جميعا أن مصر يد واحدة لا تعرف الفرقة ولا التفرقة، ولا نسمح لمخلوق أن يدخل بيننا ليفسد هذه العلاقة التي قال عنها رب العزة: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. نسأل الله عز وجل أن يعوض مصر وإخواننا المسيحيين والإخوة المسيحيين في مصر وفي العالم كله عن قداسة البابا شنودة خيرا، وأن يعينهم على أن يختاروا رجلا يقوم بهذه المهمة الثقيلة ويحقق هذه الأهداف النبيلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب خلينا نشوف الصحافة كاتبة ايه. لو بدأنا يعني باستعراض بعض الصحف كده هيكون معانا فيها للتحليل ضيفنا العزيز الأستاذ حسن بديع الكاتب الصحفي. صباح الخير. صباح الخير. يعني نبدأ بالأهرام بسرعة كده المانشيت وناخد بعدين الأخبار لنفس الموضوع. الأهرام بتقول: مصر تودع البابا شنودة غدا، الصلاة على الجثمان بالكاتدرائية ودفنه في دير الأنبا بشوي بوادي النطرون. الآلاف يتوافدون على المقر البابوي لإلقاء نظرة الوداع وفتح باب الترشح لمنصب البابا يوم الجمعة. الأخبار بتقول: حشود النظرة الأخيرة، طوابير تمتد 3 كيلومتر أمام الكاتدرائية لوداع البابا شنودة، ووفود من المسلمين تقدم العزاء في الكنائس. أستاذ حسن، يعني البعض يقول، لا أدري إلى أي مدى تتفق معهم أو تختلف، ولكن البعض يقول أن رحيل البابا شنودة ربما يتطلب جهدا مضاعفا من المسؤولين في المؤسسات الإسلامية في مصر.
لأن الرجل كان يرفع الكثير من الحرج عن هذه المؤسسات في أي محاولة للعب على يعني أوتار الفتنة الطائفية. إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع هذه المقولة؟ هو إلى حد ما أنا أتفق مع هذا الكلام. البابا شنودة شخصية فذة تاريخية قلما تتكرر، من الشخصيات التي لا تأتي إلا مرة كل قرن من الزمان، وبالتالي من الصعب تكراره بتقله بوزنه بدوره التاريخي بالدور الوطني العظيم اللي لعبه في تاريخ الحركة الوطنية المصرية. ويكفي ان هو سمي ببابا العرب وبابا المصريين جميعا، وبالتالي اختفائه من على الساحة وذهابه الى الملكوت الاعلى امر لا شك يلقي بظلال وسيلقي باعباء كثيرة على رموز وممثلي الدين المسيحي والإسلامي بطوائفهم المختلفة على السواء، لأننا في لحظة أحوج ما نكون فيها إلى التكاتف وإلى العمل سويا من أجل بإذن الله أن نجتاز هذه المرحلة الانتقالية الصعبة الحرجة من تاريخ بلادنا. فأنا أتفق على هذا الكلام، ونحن في أشد الاحتياج لكي نتمسك بحكمة البابا شنودة وقدراته